كده مش كويس هتسعدي وهتفرحي وهتبقى كويسه جدا وهتبقى احسن واحده. يخليها تقع في ذنب معين وتلبس لبس مش كويس وبعد كده يندمها يقول انا بريء منه والدعوه. فاهم الفكره؟ اما الامل الحقيقي بقى في طاعه رب العالمين. الامل في طاعه الله سبحانه وتعالى. خايف على المستقبل بتاعك، هو مستقبلك الحقيقي في الجنه، مستقبلك الحقيقي في الاخره مش الدنيا. الدنيا ما كانت عمرها مستقبل، هي الدنيا سويعات قليله وهتفنى. امال ايه اللي هينفعنا؟ وايه اللي هيسعدنا؟ وايه اللي هننتفع بيه؟ وايه اللي هيخلينا من الفائزين؟ طاعه الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ايه؟ عظيما. الفوز العظيم في الدنيا والاخره بطاعه الله، والله طاعه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ في الدنيا بالراحه النفسيه والطمانينه والقرب من الله. الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. يعني الطمانينه قوه في الايمان ويقين. وفي الاخره بقى بالنعيم المقيم اللي في الجنه فيها ما لا عين ايه؟ رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هو ده النعيم الحقيقي. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا ايه؟ ملكا كبيرا في الجنه. في الجنه. عشان كده من مشاكل الذنوب والمعاصي اللي هي بتطفي نور الايمان في القلب. عارفين يا جماعه الواحد لما بيعصي، لما بيعمل معصيه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ لما الواحد يعمل معصيه يسود قلبه على قدر المعصيه دي. اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكته ايه؟ سوداء. فاذا تاب صقل قلبه. يعني انا عملت معصيه، بصيت لحاجه حرام، شاهدت حاجه حرام، البنت عملت حاجه، لبست حاجه حرام، دي كلها معاصي. ضيعت فرض، ده معصيه. ايه اللي بيحصل في القلب؟ القلب بيسود. تمام؟ فلما الانسان يتوب ثقل قلبه، يعني قلبه نور بنور الايمان مره ثانيه ورجع ابيض مره ثانيه. فاذا اذنب مره ثانيه لو عصى نكت في قلبه نكته سوداء. فاذا تاب لما يتوب ثقل قلبه، تغسل قلبه. التوبه تغسل القلب، التوبه تغسل القلب من ادران واوساخ الذنوب. اما الذنوب اوساخ، الذنوب اوساخ. الذنوب يا جماعه اقدار والطاعات اطهار. لسه نفهم المعاني دي. يعني ان طاعه رب العالمين سبحانه وتعالى هي اللي بتطهر القلوب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلاه كانها نهر قدام بيتك، تغتسل منه كل يوم 5 مرات. فانت لما بتغتسل من النهر اللي قدام بيتك كل يوم 5 مرات ما يبقاش حاجه موسخه فيك. ليه بقى؟ الذنوب بتوسخ القلب، والطاعه بتطهر القلب، بتنظف القلب مره ثانيه. ما هو القلب عامل زي الثوب الابيض. الثوب الابيض كده، الجلابيه البيضاء او القميص الابيض اللي فلما الذنوب بتيجي عليه بتوسخه بقى. تخيل بقى لو الثوب الابيض حطيت عليه حبر، حطيت عليه حاجه بتظهر على طول. كذلك الذنب يوسخ القلب. انا بقى عاوز انظف قلبي بالطاعه واستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى. والواحد ما يراكمش الذنوب، عشان لو راكم ذنب على ذنب على ذنب وما تابش بيطبع القلب عياذا بالله. القلب بيتميل سواد. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ايه؟ يكسبون عياذا بالله. اثر الذنب شؤم المعصيه، شؤم المعصيه شديد. المشكله الذنب اللي هو الواحد بيعمله يعني وليه اثر، يعني مش بيعمله ويسيبه، لا الذنب ما يسيبوش. ايوه انا ده هينكد على قلبه. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ايه؟ ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هو ده بقى الإنسان اللي بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى قلبه بيتملي ضنك عياذا بالله وسواد. تمام؟ فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعلنا وإياكم أهل الفردوس الأعلى من الجنة. نقول له آمين. وأن يصلح شباب المسلمين ويستر بنات المسلمين ويعفف نساء المسلمين يا رب العالمين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.